ليه إحنا بنحب القهوة؟ مش بس علشان طعمها ولا ريحتها اللي بتفوّق، لأ في حاجة أعمق من كده. القهوة بقت طقس بيصحّي، بيهدّي، بيفُك التَّكة اللي ما بين القلب والعقل. بس تفتكر ديّة حاجة جديدة؟ الحقيقة لأ، من زمان أوي في العصر الذهبي للإسلام، القهوة كانت المشروب الرسمي في مجالس العلم، في اليمن، مكة، المدينة، بغداد، القاهرة. كانوا بيشربوها عشان تصحصحهم، عشان تفوّقهم، عشان تفتح دماغهم للتفكير والبحث والسؤال. القهوة ساعدت العلماء، الأطباء والفلاسفة إنهم يبقوا مصحصحين، يفكروا، يكتبوا، وحتى هما بيحلموا. النهاردة العلم بيقول إنها بتنشط الجهاز العصبي وتزود التركيز وتخلي المود أحسن، لأن اللي بنحسه ليه سبب حقيقي في جسمنا. القهوة مشروب الحضارة من وقت ما خرجت من أرض العرب، بقت رمز للصحوة. المرة الجاية لما تمسك فنجانك اعرف إنك بس مش بتشرب مجرد مشروب، لأ، أنت بترجع لجزء من تاريخك.